صباح الخير على عيونكم. اول حاجه كده نقولها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبدا يومنا كده بالصلاه على سيدنا محمد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل بسكوت كده جميل خفيف لذيذ جدا وسريع جدا. نعمل بسكوت ايه؟ بسكوت في 7 دقايق في الجو الساعة بقى الجميل ده، حاجة سريعة كده عشان محدش يكسل. على طول تلاقي نفسك كده عايزة تاكلي حاجة حلوة مع كوباية شاي بلبن ومش قادرة تعملي حاجة حلوة مكلفة، وكمان حاجة حلوة عايزاها سريعة. يبقى هو بسكوت ال7 دقايق من لولي الشطورة. يلا بينا نشوف الوصفة والمقادير. تعالوا بقى كده نقول الوصفة والمقادير. مقاديرنا ايه يا جماعة؟ معانا هنا هي مفروض هنا كانت نص كوباية سمنة، بس هي زادت مني. نص كوباية سمنة عليها ربع زيت، عليها كوباية الا معلقة كده سكر، خلوها كوباية عادي مش هتبقى مسكرة خالص. معانا هنا كوباية ونص دقيق، عليهم معلقتين كاكاو. هيبقى معانا هنا من كوباية ونص لكوبايتين الا ربع، لان هو لما يحتاج منك هنحط شوية كمان صغيرة. تعالوا بقى هنا لكل عشاق القهوة هنحط كده حبة قهوة صغيرة. بس اهم حاجة فين التشجيع ليا؟ فين اللايك؟ فين السبسكرايب؟ فين تفعيل الجرس؟ فين كل ده؟ فين؟ طب هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل الاول بالسمنة. احنا معانا قلنا نص كوباية سمنة عليها ربع زيت، تمام. عليها قولي كوباية بالظبط سكر بودرة، وكمان معانا بضاية واحدة بدرجة حرارة الغرفة. ننزل بقى كده بالسمنة كلها، بعد كده ننزل عليها بالسكر البودر. حطيت اللايك بتاعك ولا لسه؟ امرايا انتي وهي. يلا خشي وحطي اللايك لو لسه ما حطيتهوش. دلوقتي بقى ايه هنعمل؟ ايه ضربناهم بالمضرب الكهربائي، لان انا بصراحه ما قدرتش خالص اعملهم بايدي. طبعا عايزه خالص تعمليهم بايدك. شايفين بقى شكله كريمي جدا؟ السمنه مع الايه سكر البودر بقى شكله كريمي خالص. ننزل بقى ببيضه، نكسر البيضه كده ونحطها. انا بس عايزه افهم حاجه، يعني البيض غلي وبيصغر، انا بس مش فاهمه يعني ازاي يعني يغلى ويصغر في نفس الوقت؟ طب يغلى ويكبر شويه مش يغلى ويصغر، ولا هو عايز ينقطني ولا ايه؟ تمام تمام. نزلنا كمان بشويه ملح كده، ورشينا ايه رشه فانيليا كده. ذره الملح دي طبعا هي من سنه، تمام. فاحنا بننزل ايه بذره الملح دي، ونزلنا بالفانيليا طبعا عشان البيضه. نضرب بقى كده حوالي يعني 10 دقايق بالظبط. هي كل حاجة 10 دقايق 10 دقايق بس. معادا السوا هقولك بقى بعدين لما يجي مرحلة السوا هنعمل ايه. عايزة اقولكوا ان هو كان طعمه خرافي بجد، طعمه خرافي. انا وصلت البنات المدرسة الصبح، وجيت كده عملت كوباية شاي باللبن، ما لقيتش اي حاجة اكلها معاها. لقيت نفسي قمت تمام جبت بقى المقادير دي. انا كنت بعمل المقادير دي الاول، بس انا بسطتها بصراحة يعني خالص. كنت بعمل البسكوت ده بس بسطت مقاديره وبسطت يعني طريقته في التحضير خالص. ننزل بقى ايه بالكاكاو والدقيق كله. طبعا قلبنا الكاكاو وقلبنا الدقيق وحطينا عليه نص معلقة بيكنج باودر، ونقلب كده زي ما انتوا شايفين. ندخل ايه السمنة والسكر والبيض مع الدقيق اللي احنا طبعا ضربناهم الاول مع بعض. ضربنا طبعا السمنة والسكر الاول، وبعد كده ضربنا ايه البيضة معاهم. زي ما انتوا شايفين كده بنحاول ندخل المقادير كلها مع بعضها. شايفين ابتدت بقى ايه تلم كده معايا. مبدئيا كده احنا هنا مش هنعجن، احنا هنا هنلم. طبعا اللي يعني تعجني فيها تعرفي ان انت كده هيبقى فيه عرق في العجينه. احنا عايزينه بسكوت يعني ولا هو ناعم ولا هو ناشف، فاحنا خلينا ايه ما نعجنش فيه، نلمه بس. شايفين انا كده لميته، بس حسيت ان العجينه طريه شويه، انا عايزاها ماسكه شويه. عن كده بنديها رشه دقيق، بصوا رشه خفيفه. انا طبعا مش هحط الكوبايه دي كلها، انا جبت بس ايه شويه محترمين كده جنبي عشان اما اشوف نفسي هحتاج تاني ولا لا. شايفين بلم كده بايدي، ما بقى ايه ما بعجنش خالص. لمي 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 كده بايدك، تمام. شايفين بقى ازاي بتلم معايا؟ عايزه اقول لكم ان انا ما بسطت في الطريقه بتاعته كده وعملته بالطريقه دي، والله بجد الاولاد كلوا المره دي عن كل مره كنت بعمله. بجد فعلا البساطه حلوه في كل حاجه، في مقادير بقى، في كل حاجه، في كل حاجه البساطه مطلوبه.
شايفين حطيت كمان شويه كاكاو، بالنسبه لي انا حطيت شويه دقيق فبالتالي الكاكاو قل، فحطيت يعني مثلا في الحته دي حطيت معلقه رز كبيره دقيق، وحطيت عليها معلقه رز تاني ايه من الكاكاو. شايفين كده ايه شويه دقيق كمان وخلاص على كده. شكرا. ده اخر حبه دقيق انا هحطهم. شايفين انا بلم ما بعجنش، اهم حاجه ما تعجنيش عشان ما تخليش العجينه ليها عرق، ولو بقت ليها عرق هتبقى ناشفه جدا زي البقسماط كده، مش هيبقى بسكوت كده في القرشه الناعمه خفيفه دي، لا هيبقى ناشف جدا زي البقسماط. شايفين كده هي لمت معايا، شايفين شكلها لما لمت، شايفين حلاوتها وجمالها، شايفين ايدي بقت حلوه ازاي ونضيفه من العجين. حطي اللايك بقى على ما ارجعلك، ما تنسيش اللايك. كده انا رجعتلك تاني اهو، يا رب تكوني حطيتي اللايك، ما نسيتنيش في اللايك. جبت كيسين تلاجة تمام وهفتحهم كده بسكينه بمقص ايا كان. ليه بقى هنعمل ايه بقى بكيس التلاجة ده؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ايه بكيسين التلاجة المحترمين دول. نقطعهم بس كده ونظبطهم، هو اتقطع مني بس ما علينا يعني هيقضي الغرض. بصوا بقى هنا هنمسك كورة كده من العجين اللي احنا عملناه، عجينة البسكوت، بسكوت ال7 دقايق، والله خرافي خرافي خرافي. انا سميته بسكوت ال7 دقايق عشان فعلا ما خدش معايا غير 7 دقايق، ما كملتش بجد. شايفين بقى كيسين، نحط العجينة بين كيسين كده ونبتدي نفرده بالفرادة بتاعتنا واحدة واحدة كده وبالراحة. اسهل حاجة اسهل حاجة تعمليها تخلي البسكوتات دي والحاجات اللي هي بتبقى عجينتها ناعمة قوي، كيسين على طول بين كيسين، تروحي فرداهم بين كيسين، تبقى سهلة جدا 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 جدا. وزي ما قلنا بسطي الحياة وسهلي الحياة ليكي، ما تصعبيش حاجة ابدا ابدا ليكي، الحياة ابسط من كده بكتير. شايفين انا هنا كده بعملها بالفرادة تمام تمام، فردت معايا وبقت جميلة وزي الفل. طبعا هنا بقى حجم البسكوت زي ما انتي تحبي، سمكه يعني رقيق بقى سميك شوية، كل ده يرجع لك انتي، بس عامة خليكي برضو في الوسطية، ما تخلوش ولا هو يعني مليان قوي ولا هو رفيع قوي. لاحظي ان هو هينفش معاكي حاجات بسيطة جدا، يعني هو مش، طبعا احنا مش حاطينله خميرة ولا حاجة، احنا حاطين بس بيكنج باودر عشان يديله شوية هشاشة كده ما يبقاش مكتوم، فهو لما هيعلى حاجات بسيطة جدا جدا جدا. هنبتدي بقى نقطع كده بالقطاعة، حبيت بصراحة اعمله على شكل القلب، فجبت قطعات القلب دي كده واشتغلت وقطعته ايه على شكل قلب، يعني حبيت ان انا اغير لهم كده شوية، لان طبعا التغيير مطلوب ومطلوب في كل حاجة. شايفين انا كده بقطعها كل على شكل القلوب، وبصراحة كده كان في كمان حاجة في دماغي عايزة اعملها، هتشوفوها في الاخر. في الاخر ايه؟ انت شفتها في الاول. ان انا كنت عايزة اعمله على شكل قلب واعمله كمان نص ابيض ونص زي ما هو غامق، يعني زي ما قلنا العين بتاكل قبل البق يا جماعة، يعني دي كلمتي المعتادة ان العين بتاكل الاول. طبعا انا لما اشوف الحاجة شكلها جميل وشكلها حلو جدا، طبعا عمري ما اتوقع ان هي ممكن تكون طعمها مش لطيف، فطبيعي ان انا ابقى عايزه اكل وعايز ادوقه كده، فالعين طبعا هي اللي بتخليك يعني تجذبك الاول، فلازم ان احنا نعمل حاجاتنا كده ونزينها كويس، ما نبقيش يعني عامله الحاجه مكلفاها ومزيناها، ويعني مش مزيناها يعني انت مكلفاها وما زينتهاش والحاجه طعمها جميل جدا وتخليها على كده، فبالتالي مش هتجذب حد ان هو ياكل منها، فبالتالي العين بتاكل الاول، المنظر هو اللي بيشهي ايه يعني ويخليكي تبقي عايزه تاكلي من الحاجه دي، فيعني ايه يعني الحته دي خليكي مركزه عليها شويه، ان انت بابسط حاجه ممكن تجملي الحاجه اللي عاملاها، ما تبقيش تعبانه فيها وما يبقاش فيها اي تجميل، فجملي الحاجه اللي انت عاملاها بابسط حاجه في الدنيا، ابسط حاجه عندك جمليها. بصوا انا هنا كده شلتها بسكينه، انتي ممكن تسيبي العجينة في التلاجة 5 دقايق مثلا وتشتغلي بيها، انا بصراحة ما سبتهاش وده كان كله على طول ورا بعضه، وكمان دخلتها الفرن على طول مسبق التشغيل، دخلتها على درجة حرارة 200، ما كملتش ال7 دقايق وراحت على طول خارجة من الفرن. بتخرج من الفرن بتبقى طرية شوية، ما بتبقاش ناشفة، هي بتكمل يعني نشفانها بره في الهواء، ما بتنشفش الاخر في الفرن، لو نشفتيها في الاخر في الفرن هتبقى في الاخر حجر، يعني تبقى صعب جدا، فبالتالي بتخرج طرية شوية من الفرن، يعني مسافة اما ريحة البسكوت بتخرج انت كده تعرفي ان هو خلاص قرب خلاص على ال7 دقايق وان هو قرب يخرج من الفرن بتاعك.
ويخش على فرن طبعا مسبق التسخين. شايفين انا كده بقى ايه بشيل كل البسكوت كده بتاعي ومشغله الفرن ورايا. تمام تمام. يا من اول الفيديو ما قلتش تمام، شكلي نسيتها. شايفين انا كده ايه كله كده ارصه بالراحه. على فكره كان سهل جدا في التعامل معاه، بس انا ايه كنت حذره برضو، خايفه الحاجه تبوظ، لان انا بتضايق قوي لما كنت تعبانه في حاجه وتبوظ مني، بتضايق جدا، انا ممكن اقعد اعيط اصلا لو حاجه باظت مني. تمام ادي كده خلاص اهو. بشيل كام واحده الباقيين، شيلناهم كده، بقت تمام التمام خالص اهو. حاولنا ايه نرص الصينيه كده كويس عشان خاطر تبقى كلها شايله البسكوت مرتاح. بس كده في كام واحده انا حطيتهم بعوجه بس، يلا اتاكلوا. يعني عايزه اقولكوا اصلا الصينيه دي سويتها وخرجت ما كملتش، يعني يا دوب كده هديت شويه. والله اكبر الله اكبر، يعني اطفالي كلوها، اطفالي حبايبي كلوها، عجبتهم جدا جدا جدا. كده بقى احنا خلاص رصينا الصينيه كلها، وهناخدها كلها ندخلها الميكرويف او الفرن اللي عندك طبعا استعمليه، يعني مفيش حاجه هتقف. شايفين دي كده طبعا مش الصينيه اللي انا دخلتها قدامكم، دي الصينيه الكبيره اللي انا عملتها. الصينيه التانية زي ما قلنا، يعني الحمد لله الف هنا على اولادي كلوها، عجبتهم جدا طعم وريحه. وهنا كان خلاص الصينيه الكبيره دي انا كنت شكلتها وخرجتها من الفرن، بس حبيت طبعا اوريكم شكلها بعد ما خرج من الفرن. هنا انا جمعتهم كلهم، دي كده الكميه كلها اللي عملتها قدامكم، جمعتهم كلهم في طبق واحد. وهبتدي ان انا بقى الزقهم مع بعض، وابتدي ان انا اشكلهم مع بعض. يلا بينا بقى نشكل ونلزق ايه البسكوت الجميل ده مع بعض. دول فاضوا كده معايا، عملتهم شكل يعني ايه اللي هو حبيبات القهوه يعني، فعجبت اولادي قوي بصراحه. تعالوا بقى نبتدي ايه نلزقهم كده مع بعض. دي شوكولاته بيضه، انا حبيت ان انا ازين بشوكولاته بيضه. دي شوكولاته بيضه مسيحاها على حمام مائي، حطيت لها شويه زيت عشان تبقى سايله كده. وهبتدي ان انا ايه الزق كل اتنين مع بعض زي ما انتم شايفين كده. انا حبيت قوي ان انا الزق كل اتنين مع بعض، عشان كده قلت ما تخليهوش عالي قوي، خليكي في الوسط، لانها ايه هيعلى سنه. وكمان لو حابه تلزقيهم الاتنين مع بعض يبقى في شكل جمالي حلو، ما يبقاش عامله كيكه لازقه في بعضها يعني يبقى بسكوت رقيق عشان لما تلزقيه مع بعض ويديكي النهايه السعيده، مش يبقى عالي قوي كده ومقلبص في نفسه. كده انا لزقتهم في بعض اهو، شايفين بلزق اهو في بعضهم من الاتنين. حاجة جميلة جدا والله، حاجة جميلة جدا وسريعة جدا. قومي كده يعني انتي لو نفسك في حاجة حلوة، نفسك مع كوباية شاي كده تعملي حاجة حلوة، والله ما بياخد وقت، في ثانية هتلاقي نفسك عملتي بسكوت ال7 دقايق على طول. شايفين كده كل اتنين مع بعض، كل اتنين مع بعض. شايفين انا كده جبت ورقة زبدة بقى عشان هبتدي ان انا ايه الزق الشوكولات، يعني اسفة ازين بقى ايه الانصاص اللي انا قلت عليها، كل نص، نص ابيض ونص غامق، نص ابيض ونص غامق. تمام. بصراحة ادى شكل جمالي في النهاية جميل جدا جدا جدا. بس انا حبيت بقى ايه اعمل شوية كده نص غامق ونص فاتح، والنص التاني ايه يعني احطه كده الشوكولاتة كده فوقيه كده، يعني رايح جاي كده فوقيها، تغيير برضو، مش هيبقى كله نفس الشكل، والتغيير مطلوب. شايفين نص ونص كده على طول. بصراحة الشكل في الاخر جه تحفة تحفة تحفة. والله انا ما كنتش متوقعاني ان انا هزينه بالطريقه اللذيذه الرقيقه قوي دي، صراحه ما كنتش متوقعاني، والله انا شخصيا ما كنتش متوقعاني خالص. كده على ورقه زبده كده عشان الشوكولاته اللي فيه طبعا ما نرميهاش حرام. هنمسكها كده بسكينه او اي حاجه، بس هي لما تنشف عامه هتبقى سهله جدا ان هي تخرج من ورقه الزبده. ادي كده اهو زينا نص ونص كده، لذيذ جدا جدا. شايفين شكله اصلا لذيذ والله بجد، يعني جربيه، اكيد اكيد هتجربيه لان هو شكله لذيذ وطعمه ألذ بكتير.
واتمنى منك تحطيلي اللايك، واتمنى منك تدوسي على الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واحنا هنا خلاص زينا البسكوت 7 دقايق على طول، ما خدش اي وقت مننا بجد، ما خدش اي وقت خالص. وعملت بقى كوبايه شاي بلبن تانية بقى، وايه حطيت كده كام بسكوته بقى وقعدت بقى. ما هو عيالي كلوا بقى الله اكبر الصينيه الاولانيه، الحق لنا بقى كام بسكوته. شايفين شكله لما تزين بقى حاجه فوق الروعه ازاي؟ خرافي خرافي خرافي. اتمنى تجربوه يا رب، واتمنى الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه عليكم، ميكونش فيها اي حاجه صعبه، ميكونش فيها اي حاجه معقده. شايفين؟ متنسونيش بقى في اللايك والشير